اللعب ب4 مدافعين كان من الأحسن جلب تغيير مدافع ونزول وسط ميدان هجومي، لأنه تبقى ب4 مدافعين والخصم يلعب بمدافع واحد ففي مهاجم واحد، فربما كان من الأحسن تغير مدافع بمهاجم عنده مساحة هجومية، وتبقى بثلاث لاعبين في العمق، وعندك على الأطراف لاعبين عندهم إمكانيات هجومية، فربما كانت تعطيك فرصة إضافة في الهجوم، إضافة هجومية، لأنه عانى من تباطؤ في الأداء، عانى من عدم اللعب أكثر من الأطراف، عانى من كرات العالية، فهذا كله عانى منه، عانى من الطريقة الدفاعية والخطة التكتيكية الدفاعية بالعموم اللي كانت نهجها المدرب اوكي إيموردي. فأنا أظن بعض الأحيان ما تلعبش الكل للكل، ولكن بعض التغييرات ربما كان يحتفظ بمحسن ياجور ويغير واحد من المدافعين، لأنه غير معقول تلعب ب4 مدافعين مع خصم اللي عنده إلا رأس حربة، فتحط لاعبين على الأطراف في الرواق الأيمن والرواق الأيسر عنده إمكانيات هجومية ويرجع للخلف، كما شفنا أيوب الخليقي اللي خلق متاعب على الجهة اليسرى لدفاع فريق إنيمبا، ومن ثم جات الكرات الثابتة. اليوم ربما ما كانوش في مستوى الكرات الثابتة، لا يوسف القديوي ولا لكحل ولا أجدو، وهذه من الحاجات اللي تقدر تعطيك التفوق، لأنه كانت فيه عدد كبير 5 أو 6 فرص أمام خط 18، لكن سوء التركيز وربما كذلك التسرع خلى أنا كل كرات تخرج برا المرمى. فأنا أظن بأن كان بإمكان بعض التغييرات، دخول لكحل، دخول يوسف القديوي، دخول حتى باسكال، ولكن مش لاعب مهاجم بلاعب مهاجم. ربما كان من الأحسن على الأقل طلع واحد من مدافعين وواحد من الوسط، مثلا المساسي طلع لي ربما عانى نوعا ما بدنيا، اللي هو نقص الممارسه، ما لعبش كثير. فانا اظن ربما بهذه الطريقه كانت ربما تعطي اكلها قبل الهدف في اخر المطاف، ولكن 1-0 مش سهل بالنسبه لإنيمبا، فإنيمبا هو اللي لازم يغامر، لازم ينجم. الإنيمبا لا اظن يكون عنده جمهور مثل جمهور نتاع الوداد او نتاع مولودية الجزائر او نتاع الاهلي المصري ولا. فانا شفت عده مباريات فما فيش جمهور كبير ولكن الظروف صعبه هنا في الملعب، لكن لابد ما تكون الخطه التكتيكيه تكون جيده من طرف المدرب دو كاسيلا والطاقم الفني، باش ما يلعبوش في الدفاع، يبقوا دائما يغطيوا منطقه الوسط وكذا، ولكن يخرجوا للهجوم لما تكون عندهم فرصه، ويصعدوا نوعا ما على لاعبين الفريق، ما يخليوش الفريق الخصم يسيطر، لانه تقدر تكون فيه هفوه او غلطه دفاعيه. الخطه التكتيكيه ومعنويا تلعب دور كبير في هذه المباراه. اكيد بان مباراه العوده ستكون صعبه على الجانبين. ايمانويل، دعنا نتحدث عن إنيمبا، ربما لعب واحده من أسوأ مبارياته هذا الموسم من خلال الاداء، فريق دافع في اغلب الفترات وكان محظوظ لانه كان بامكانه ان يتعثر وينهزم باكثر من هدفين. حينما نتطلع في الإحصائيات فريق إنيمبا يمكن القول أنهم ركزوا على الدفاع أكثر من الهجوم، وهذا ما أعطى الفرصة لنادي الوداد لكي يتقدم إلى الهجوم.
ارتكب نادي أنيمبا خطأ فادحا، ولكن الهدف في هكذا مباريات يجب أن يكون واضحا. كان على المدرب واللاعبين أن يأتوا إلى مركب محمد الخامس باستراتيجية واضحة. أرى أن من أدائهم كانوا يفكرون في عدم تقبل الأهداف فقط، لم يفكروا في الذهاب إلى الهجوم. أتوا إلى مركب محمد الخامس وفي عقولهم هدف واحد، يجب ألا نقبل أي هدف. ولكن في نهاية المطاف نتيجة 1-0 هي نتيجة ليست سيئة. في نفس الوقت مثل ما قال زملائي سيذهب نادي الوداد إلى نيجيريا وهو معزز الثقة لأنهم سجلوا هدفا. بالنسبة لأنيمبا